السلام عليكم اخوتي، كي راكم؟ لاباس عليكم؟ صحة مزيان؟ نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. في هذا الفيديو بغيت نهضر على المدافع نايف اكراد. اللاعب الرائع، اللاعب الخلوق، اللاعب اللي زعما الصراحة قصة لوحدها، كيفاش بدا من الصفر وصل يعني الهرم ديال الدوريات الخمس الكبرى. بدا من الفتح، مشى يعني لدويفانش ديجون، بعد الرين. يعني هاد التدرج كامل وهاد الخدمة وهاد الشجاعة وهاد يعني فريمون التطور اللي وقع له، يعني كتبقى قصة ملهمة، خصوصا انه لاعب بدا من المغرب، بدا من ولا شيء، وصل يعني لهرم كرة القدم. لاعب حاليا قدم يعني كأس العالم بكل تأكيد كانت رائعة. يعني شفنا التألق ديالو، مساهمة ديالو بالعكس. يعني شفنا أنه كنا محتاجين مباراة في المنتخب الفرنسي، كان غيصنع فرق كبير يعني لو كان تبارك الله، يعني كيقدم مستوى رائع. انتقاله ديال ويست هام يعني انتقال كان ممتاز، كان خيار ممتاز. صحيح انه مش شفنا بدايه الموسم للاسف، يعني الاصابه حرمته انه يبدا المشاركه مع الفريق ديالو. وحتى المدرب ديالو ديفيد مويس ديال ويست هام اكد انه غياب ديال نايف اكاد هو اللي خلى انه ويست هام يعني تبدا بشكل سيء في الدوري. شفناهم انه كانوا كيعانيو في المراكز الهبوط. الحمد لله انه استطاعوا انه يبقاو يظنوا البقاء، ومن خلال انه اللاعب ساهم انه دابا حاليا غيلعبوا نهائي دوري المؤتمرات الاوروبيه ضد فيورنتينا، الصديق ديالو سفيان امرابط. يعني اللاعب قدم موسم رائع. جماهير ويست هام يعني كتعطيو كاع التحية والتقدير، حيت اللاعب نقل الفريق لليفل آخر. هناك أخبار قوية حاليا أنه ليفربول يعني غادي تقدم عرض رسمي لويست هام من أجل الاستفادة من اللاعب نايف أكراد. وهذا مسألة اللي كتأكد قيمة اللاعب في الدوري الإنجليزي. حاليا اللاعب كاين أخبار أنه يريد البقاء إضافة، يعني يزيد موسم آخر باش يزيد يتطور وكذا، ولكن علاش لا؟ إلا كان عرض رسمي من فريق ليفربول بحجم ليفربول، بالعكس غادي تكون إضافة كبيرة ونقلة نوعية للاعب، خصوصا أنه تبارك الله يعني ما عندوش مشكل، راه عنده امتيازات كبيرة كيحتاجها كلوب، سواء في بناء اللاعب، في التمريرات الصحيحة، في يعني في بزاف الأمور. وكنتمناو له الخير إن شاء الله، ولما لا تكون يعني ينتقل فريق أحسن من ويست هام ويقدم أداء رائع إن شاء الله. تحياتي لكم.